السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. معانا النهاردة معانا كفتة الفراخ بصدر فرخة واحدة بس. هنعمل كمية كفتة ما شاء الله جميلة جدا، وللناس اللي ما بيحبوش ياكلوا الفراخ كاملة الكفتة دي هتبقى خطيرة بالنسبة لهم. شايفين الجمال والحلاوة، الطعم خرافة والطعم رهيب، قوام الكفتاية كده وهشة من جوه وروعة روعة ومستوية ما شاء الله ما شاء الله. وهنعملها في الفرن، مش هنقلي ولا هنحمر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معانا صدر فرخة، ومعانا بطاطستين مسلوقين، ومعانا توم، ومعانا معلقة صلصة، وعصير البصل ده بصلاية متوسطة وعصرناها، وبقدونس وليمونة، عصير ليمونة، و3 معالق بقسماط، وبيضة واحدة، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا معلقة كبيرة زيت. تمام كده. هنقول التوابل واحنا بنحطها مع مع الفراخ. اول حاجة هنعملها طبعا انا شاطفة صدر الفرخة بالخل وبالمية، ودلوقتي هنقطع. في حلول كتيرة للي ما بيحبوش ياكلوا الفراخ كاملة كده. هنشيل طبعا الدهون دي، ملهاش لازمة خالص، هنشيلها. ومع بعض كده هنقطعها قطع متوسطة كده. ان شاء الله. يعني هي طلعت جميلة. طب انا بقول لكم بعد ما دقتها وكانت روعة ما شاء الله. عملتها سندوتشات وكده، ممكن تاكلي جنبيها مكرونة، ممكن تعمليها سندوتشات بالطحينة كده ومعاها مخلل. نقطعها قطع كده متوسطة علشان اما نحطها في الكبة. التوابل بتاعتنا معانا ملح، ومعانا فلفل، ومعانا سكر، وكمان بابريكا وكركم وزعتر وبهارات، 7 بهارات. هنجيب بقى البطاطس، طبعا غيرت البلانشة وغيرت السكينة. هنجيب البطاطس برضو ونقطعه مكعبات. هي اساس التوابل بتاعتها ملح وفلفل وممكن والبهارات ال7. وممكن اي بقى حاجة تانية هتضيفيها هتبقى برضو هتدي الطعم. خلاص قطعنا البطاطس اهو، قطعنا الفراخ اهو. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا ونحط فيها المكونات كلها. هنحط البصلاية المتوسطة المعصورة، مبشورة ومعصورة، عشان المية بتاعتها دي هنستخدمها. وهنحط الفراخ. ممكن طبعا تحطي الكمية دي على مرتين مش مرة واحدة، حسب الكبة بتاعتك. وحطينا الثوم، وهنحط البطاطس، وهنحط كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان تخليها كده هشة من جوه ومتهوية كده. وهنحط البيضة بتاعتنا، وهنحط معلقة الصلصة، والزيت، معلقة الزيت، وعصير الليمونة،
والبقسماط اهو. ناقص ايه بقى دلوقتي؟ هنحط البيكنج باودر اهو، نص معلقة اهو، حوالي نص معلقة صغيرة بس. ودلوقتي مية البصل هنضيف لها بقى شوية من التوابل بتاعت الايه، بتاعت الكفتة. هنحط دلوقتي الملح، وهنحط الكركم والفلفل الاسود والزنجبيل. نحط شوية زنجبيل والزعتر والبابريكا والسكر والسبع بهارات. وهنضيف بقى بقية التوابل على مية البصل، عشان مية البصل دي هنستخدمها في تشكيل الكفتة. وهنضيف لها برضو شوية زيت، يعني مية البصل هنضيف لها شوية زيت، وهنخليها على جنب دلوقتي. وحطينا طبعا شوية بقدونس مع مكونات الكفتة، والباقي هنزين بيه. دلوقتي هنشغل الكبة بتاعتنا، وشغلناها، ودلوقتي بنحاول نلم الجناب كده. انا صراحة يعني شلت منها شوية وقسمتها على مرتين بعد ما اتفرمت شوية يعني. دلوقتي خلاص كل الكمية اتفرمت معانا، وهنجيب صينية وندهنها. ممكن تحمريها، يعني ممكن بالطريقة دي تحمريها، تعمليها تشكليها سواء صوابع او كور وتحمريها. انا فضلت طبعا ان انا ادخلها الفرن. اهي الكفتة جاهزة معانا. يعني نبتدي بقى نشكلها بالطريقة اللي انا بشكلها بيها دايما، سواء كفتة اللحمة او دلوقتي برضو كفتة الفراخ. بنعملها كده زي الكوبيبة، بس مش بنحشيها ولا حاجة، بقفلها تاني والفها. دي بتعمل ايه، تهوية كده من جوه وتخليها مش مكتومة. والى جانب طبعا البيكنج باودر بيخليها برضو متهوية ومش مكتومة. يعني تيجي تاكلي كده تحسي بايه، بتاكلي حاجة خفيفة، مش حاجة تكتم كده. اهو بصوا شكلتها ما شاء الله، بتشكل على طول. دلوقتي استخدمنا المية بتاعة البصل في التشكيل. بدهن ايدي وبعد كده بشكل، بتساعد خالص في التشكيل. والى جانب بقى التوابل اللي محطوطة فيها دي بتدي الطعم. هشكل معاكم كده كام واحدة، وبعد كده اكمل بقية الكمية وارجع لكم واحدة واحدة مع بعض كده، وخطوة خطوة هتطلع معاكي احلى كفتة تاكليها. ومطرح ما يسري يمري. اهو انا شكلت معاكم شوية، وهكمل الكمية كلها. اهو كملت كل الكمية ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ بقيت مية البصل بقى بالفرشة كده على وش على وش الكفتة قبل ما ادخلها الفرن. برضو يعني بتثبت الطعم وبتخليه مركز بالتوابل الجميلة دي. اهو ما شاء الله الكمية كلها عملناها مع بعض. دلوقتي الفرن مفتوح، وهندخلها في النص وهتستوي وتطلع معانا، وهحط لها الفحمية الجميلة دي، وهتدينا طعم الكباب والكفتة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ودلوقتي رصيتها في الطبق او السرفيس، وحطيت بقدونس من تحت، وهرش عليها شوية بقدونس من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.